شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. كان أول مرة تشوفوا قناتي يعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم اليوم جيتكم فيديو جديد روتين جديد. نعرف عندي برشا غايبة عليكم. هذا روتين نهار السبت شو وقتاش تفضيت باش هبطتوا. المهم نعرف اللي انا مقصرة برشا ان شاء الله نشدوا العزيمة ونولي ديما نهبط لكم فيديوهات ان شاء الله كي نلقى زاد تشجيع منكم. لهنا قمت الصباح حضرت بنتي مشيت تقرأ. حبيت نفطر معاكم، حبيت نسجل الفيديو من اول الصباح من اللي قمت معناها اش عملت. لهنا عملت قهوتي، قهوة العادة بالطبيعة ادمان ما فماش كلام. ملي نقوم الصباح لازم ما نفوتش 8 سينو راسي يولي يوجع معناها. والله البنات نحب نحيها راني. النسكافيه تعبتني برشا برشا برشا. بالحق كان عندكم بديل بالحق ولا حاجة كي تعوض لي النسكافيه اكتبوا لي معناها في لي كومنتير. النسكافيه حسيتها تعبتني. المهم فطرت في عقل عقلي هذاك كسكروت جابهولي راجلي من الباتيسيري يعرفني نحبه. يعملوه جامبون وسلاطة والحقيقة الباتيسيري معناها هذيا نظيفة معناها وما نكثروش هكا مريرة فلفل واحد تبديل جو كهو. اما راو تدخلوا للقناة متاعي تلقاو برشا 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 فيديوهات متاع فطور الصباح. بالحق اكثر فطور نعمل عليه كيف وجو هو فطور الصباح. نحب كي نقعد نفطر في عقلي ناخذ فيه راحتي رتح فيه مخي باش واحد يلقى طاقة باش يكمل النهار كامل باش يبدا مرتاح ماهوش على اعصابه كهو. ربي ان شاء الله يكون في عوننا الكل الامهات الكل نهار كامل اجري اجري. ربي ان شاء الله يكتب لنا الاجر يا ربي اضعاف واضعاف. لهنا كيما تشوفوا بعد ما شربت قهوتي وفطرت كيا وقعدت شوية قدام التلفزة. خسرت قلت خلنا نعمل غسلة للغاز. غفلت عليه نهيرات قلت طايه ميسيرش مادام مازال صباح ومازال بكري على الفطور خليني نعمل له تنظيفة خفيفة معناها او كما تراو لهنا حطيت تشطيب بالبرودوي معناها يعاونني في ساعة كهو. لهنا هكا كما تراو ننظف الغاز بعد كده باش نوريكم طيبة الفطور. ونهارتها هذيا بالسبت نهارتها نزرب الصباح هكا قلت نطيب الفطور وفطور بنتي قبل ما تروح من المكتب خاطر العشية عندنا وقتها حفلة عيد الأمهات. عملوا لهم حفلة في المدرسة كوا واستدعونا معناها احنا الأمهات مشينا معاهم كهو. ونهارتها زيادة بنتي عملت الفاكسان هزوهم هما في المكتب عملوا لهم الفاكسان متاع السنة الأولى كهو. لاني حتى بعديك باش نبارتاجي معاكم انا طيبت لي انا وراجلي معناها مرقة والبنتي عملت لها حاجة زعرة معناها بويس نبهوا علينا معناها قالوا لنا الحار ليه الاحمر ليه ما الشوكولاتة الحلوى وكل شيء معناها عالسخانة معناها كل شيء قالوا لنا تفاديوهم معناها كهو. والحمد لله تعدت سلامات معناها توكا هاي قريب بريسك جمعة من اللي عملتها كيما غدوة عملتها السبت اللي فات كهو. وينكم انتوما لي مامون اش عاملين؟ اليوم بداو صغيراتنا في الشفاهي ان شاء الله يا ربي معاهم ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ربي يسترهم ويحفظهم وان شاء الله يا ربي يكون في عونهم وكها ويفتح بصيرتهم علينا احنا بالدعاء. بالحق هو السلاح الوحيد اللي عنا. هاكم تراو قديش دنيا وليت مخيبها اللطف والله اللطف وكها. لهني هكا كملت نظفت الجهاز كما تشوفوا فيه
في الاخر انا بعد ما نكمل النظف وكل شيء نجيب لاجاكس، هذاك البرودوي متاع البلار اللي يمسحوا به البلار، نصور لكلكم تعرفوه ديجا، هذه حاجه معناها ولات معروفه لاستيس هذيا معناها. ونعملوا كيا به ضربه لللينوكس، سورتو معناها الغاز لينوكس ما شاء الله معناها يخليه يلمع ويزيد حتى ريحته معناها محلاها بالحق محلاها. اما انا لهنا نورمالمون راني عملت بالبابي بشكل خطوط هكايا متاع قطرات الماء معناها كي تحسها ما تقعدش. بالحق البنات نحب نسألكم باش تمسحوا كيا الرخامة متاعكم هكايا، ما نحب باش ما تقعدش هكايا. انا مش مشهبة لا ما عنديش تشهيب معناها في الرخامة ما تشهبش، اما نحس هكايا فما كلمة هكايا يقعد معناها حتى نمسح وكل شيء، بالرغم هذيك معناها ميكروفيبر اللي نمسح بها راهو اللي يبيعوا فيهم في كارفور والمونوبري معناها بالغلي، واحد يشري فيهم 3 كعبات 9000 يظهر لي، وشي بالحق ما اقنعتنيش ما نحسهاش. تو بعد ما نمسح هكايا نزيد نجيب البابيي ونعاود نطش وباش نحسها هكايا تنحى شويه هكاك الضباب هكايا سينو كاو. هنا باش نرجع وباش نحط نطيب الفطور. ان شاء الله يا ربي القناة متاعي تعجبكم، ان شاء الله نكون خفيفة الظل عليكم. نتمنى معناها تشجعوني وتدعموني باللي لايك متاعكم، تخلوا لي كومنتير، نفرح برشا 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 برشا. نعرف اللي انا مقصرة اما ان شاء الله باذن الله باش نعمل مجهودي ونهبط لكم باذن الله كان ربي مدلنا في اعمارنا كل يوم فيديو خفيف، روتين خفيف، ما نحبش نثقل عليكم برشا. ديجا ما نحبش ان نطول في الفيديو برشا حتى الكلام ما نلقاشو. كاو بالطبيعة راني مازلت نتعلم معاكم، كل مرة واحد يتعلم حاجة جديدة كل مرة. او لهني شفتوا البنات اهو كل قطرة الماء كي نحكي لكم عليهم معناه لهنا مسحت وعاودت رجعت مسحت، مثلا نحسوا كي يبدا باش يشيح حاسه كاين راه كيفاش يعمل هكا لازم بالبابي، لان انا ما عودتش عملت بالبابي بس مركزه في التصوير وكل شيء. لهنا جبتك الطنجره متاعنا قال الراجل. اي لهنا حبيت نقول لكم اللي انا بالحق راني ما نشربش الماء جمله يا البنات، جمله ديما ناسيه روحي في الماء، نغطس في القضيه نغطس في الكوجينه بالحق ننسى الماء مره واحده معناها نتفكروا كي نقعد باش ناكل في الفطور. مناش حبيت كي نبدل من روحي شوي تولي عندي عاده انا نقضي ونحط وليت الماء والكيس الدبوزه والكيس بحذايا باش نتفكر نشرب بالحق. وحسيتها معناها المره اللي فاتت بديت تشد فيا كيا وجايعه كيا في شيرة الكلاوي بالحق شدتني ماما تعرك فيا قالت لي نقص ماء هذاك ماكش قاعده تشرب في الماء مليح. قلت اي خليني هكا نحاول نردها معناها عاده في يومي ديما دبوس الماء والكيس بحذايا كهو. لهنا حرت والله باش نطيب فطور، شفتك الفريجيدير نلقى عندي شويه لحم بقري، نلقى عندي حكة لوبيا في القضية. قلت طيح راجلي يحب اللوبيا الحمراء يموت عليها، وبويسك ماهيش موجودة تويكا معناها في السوق معناها ماهيش موجودة تويكا ومش ديما متوفرة، ماهيش ديما مرة في الفيل يجيبوها بويسك هي غالية وكل شيء معناها تقعد لهم. المهم احنا نوليو نحبذو نشريو حقيقة حكة معناها من لي ماغازان من لي غران سيرفاس هي حاضرة معناها طايبة هابية ما شاء الله، نرميها حاسيلو في الدرجين الاخراني جوست كي باش تاخو معناها مطعم في المرقة كهو سينو طايبة حاضرة. لهنا خرجت اللحم من اللي قمت وشي والله نلقاه مازال جامد ما تحلش
وليت والله قصيته هكاكا وهو جامد، وبعد فكرت قلت كان حطيته في الميكرووند، في الميكرووند فما اوبسيون انا عندي اذابة تجميد، قلت كان حطيته في الميكرووند راني ذوبته خير ملي حطيته حسيلو صباح كامل. فطرت فطور الصباح، شربت قهوتي و لا اله الا الله محمد رسول الله، شربت قهوتي ونظفت الغاز وشي، جيت نشوف نلقى اللحم كما هو لا تفك لا حتى شيء كهو. لا انا ما فهمتش انا فاش غادي نعمل. نغسل في اللوبيا. تصدقوني نسيت والله العظيم نسيت، قلت لكم البنات صورتوا هذايا الفيديو والله وبخلت على المونتاج متاعو، الله المستعان بالحق واحد مشغوب. لهنا جبت اللحم اكو باش تشوفوه البنات بالحق مازال مقلص، معناه هو يقول لك اللحم باهي كي تقصه وهو مقلص يجيك ساهل، معناها يجيك ساهل حتى باش تقصه يجيك ساهل معناها هيك اهو. والله قصيته هو جامد. اعطيني بركة نطيب الفطور ونرتاح والله يا البنات بالحق. ان شاء الله توكي واحد يتنظم ان شاء الله ونولي كل يوم مكيا نهبط لكم فيديو ان شاء الله. كل يوم مكيا نعملوا ليستة متاع جمعة ان شاء الله مع بعضنا، اقتراحاتكم هكايا ونعملوا ليستة متاع اسبوع كامل ان شاء الله متنوعة، وهوكا كل يوم واحد يبدأ عارف من اللي يقوم الصباح ان شاء الله شنو يطيب. انا بالحق عندي عادة خايبة برشا وبالحق نتمنى وان شاء الله نجتهد ونحسن من نفسي، خاطر انا بالحق راني قاعدة نخدم على نفسي. شنو معناه؟ نحب نطور من نفسي، نحب اي عادة عندي في روحي مش عجبتني نحب نبدلها. هو شنو يقولك كل عادة عندك في روحك تحب تبدلها يلزمك العادة هذيك تشد فيها صحيح قداش 21 يوم. 21 يوم ما ترتي فيهم حتى نهار، كل يوم تعاودها العادة هذيك حتى ولو رغما عن نفسك، يعني بالصفة عليك تعود باش تعملها الحاجة هذيك، لكن تحاول تفرض على نفسك وتعملها معناه. المهم بعدك 21 يوم هذوكم سبحان الله ترسخ فيك العادة هذيك معناها. فهمتوا البنات؟ به لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو هي العادة؟ انا عندي كي نغطس في القضية البنات ننسى روحي، بالحق ننسى روحي، نبجل القضية عطاتيب. عندي لوستي شنية تقولي والله يذكرها بالخير بالحق وإن شاء الله ربي يبارك لها بالحق من نعم الناس ونتعلم منها كما نتعلم من أمي نتعلم من لوستي. والله تقولي من اللي نحل عينيا باش نبدأ نقضي نركب طنجرتي اللي هو باش نطيبه نركبه يطيب بحذايا. ما كملت انا قضيت ندور نلقى طنجرتي طايبة، نلقى فطوري حاضر. بالحق انا شي نعمل البنات هاني نقضي وما نطيبش ما نركبش الفطور معناها ساعات، يعني بويسك راجلي ما يروحش يفطر نص نهار في الدار خاطر معناها ينافي راجلي بعيد معناها. فهمتوا؟ يمشي ويجي معناها يروح كان العشية يتعشى في الدار. معناها نقول هاي هات نركب ساعات حتى انا والله اللي نتعدى في الطويل لا نفطرها معناها ملي نفطر كيكه فطور الصباح نتعدى في الطويل. اتركب
نكمل القضية نلقى روحي زبدة تعبة وانا مازلت ما طيبتش، بخلاف الدبارة نعود نخسر في مخي. بالحق ذي عادة انا نحب نبدلها. نحب ملي نقوم الصباح نركب فطوري وبعد باش نقضي او كما ما كملت انا قضيت ولقيت روحي انا تعبة، نلقى عشية حاضر معناها. كهو البنات ان شاء الله يا ربي نتنظموا ونعملوا برشا دبارات كي مع بعضنا ونكتبوهم معناها، حتى متاع جمعة معناها، حتى متاع 5 أيام، حتى متاع 4 أيام، بشوي واحد يمشي ويحسن من نفسه. المهم البنات طولت عليكم لهنا. كما شفتوا قليت البصل وبعد خلطته راه اللحم باش يتقلى. كما تعرفوا انا راني نقلي بالحق الماكله. يقول لك مش صحي انك تقلي، الله غالب انا نحب الماكله مقليه، نحس فيها مطعم سبحان الله. ابن الطماطم عندي كيما نقليهاش نحسها قارصه. مطعم التقليه هذاك انا نحبه، نعرف حتى ولو بالحق ماهوش صحي. الله غالب عاده مش باهيه. المهم لهنا هاكا كيما قلت لكم البنات، انا بنتي مش باش تاكل معانا المرقه، عامله الفاكسان. عملت لها هي روز، طبعا اكلتها المفضله. بنتي تحب الروز، تحب الماكله الزعره، هالمرق والحاجات هذيا ما تحبهاش، عكس بوها بالحق يموت على المرقه. ملي كان هو معناها مع حماتي وحمويا الله يرحمهم وينعمهم يطيبوا برشا المرقه ويطيبوا برشا الماكله الحمراء. هو مغروم بالحق بحاجه اسمها مرقه، يحب المرقه، مرقه جلبانه، مرقه لوبيا، مرمز، كل حاجات هذيك. ما يكش القوي اما يحب المرقه، ما يكش حم. وكل واحد حتى اللحم كي يشري واحد يعود يفرز فيه معناها، محبوش مشحم. العلوش في العيد ما ناخذوش علوش عربي ولا هاو شركي ولا كانت تيبار. ايش قعد عليه العيد، ان شاء الله ربي يبلغنا يا ربي واحنا في احسن حال واحنا في صحة جيدة. ربي ان شاء الله يتقبل منا بالحق. ذكا عبادة معناها، والعلوش والأضحية راهي الربي ماهوش لا الولدي لا البنتي. يقولك انا والله باش نعيد على خاطر الصغار، لا مش صحيح، راهو مش صحيح. هذاك أضحية الربي، هو ربي معناها مع سيدنا إبراهيم معناها كي قال له اذبح ولدك، معناها كي عبر لي على الحب معناها متاعك اللي انت تحبني كل شيء ومعناها مستعد تعمل اي حاجه. قال له تذبح لي ولدك، معناها جابش يذبح سيدنا ابراهيم ولده، حن عليه معناها ربي هبط له علوش معناها باش يذبحوا في بلاصه ولده. معناها انت كيما تتعيدش وما تضحيش عباده لله معناها، ولا تقول لا والله على خاطر ولدي، ولا فما برشا عباد انا والله ولادي ما ياكلوش اللحم واحنا ما نحبوش اللحم، علاش عليا نعيد انا؟ لا حرام، راو سامحني انت ما تاكلش اللحم اذبحوا صدقوا. فما ناس يظهر لي زواوله، فما ناس ما تقدرش انها تضحي، ميسالش اذبحوا صدقوا. اما هذاك راهو أضحية لله، عبادة لله، معناها مش خاطر بالكيف. احنا تعلمنا عنا كل شيء بالكيف معناها نعملوا فيه بكيفنا بالهواء معناها، لكن شرعا ليرة شرعا فرض. هذاك فرض كيما برشا حاجات عنا فرض، راهو العيد فرض، الأضحية انك تشري أضحيتك فرض. وحاجة أخرى البنات، الأضحية لازمها تكون مزيانة سبحان الله، نظيفة، على قد ما انتي تقدر باش تدفع فيها ادفع. ما تقولش ليه ونشريه صغير ونشريه رخيص، هذا لو انتي تقدر طبعا. هذا نحكو اذا انتي معناها قادر انك تشريه غالي، مش انك قادر تضحي. لا بالسيف يضحي، من الزوالي اللي لابس عليه يضحي. والعيد ما جاناش على غفلة البنات، العيد واحد يبدأ قاريله حساب، ومن اللي يمشي العيد لاخر العيد ان شاء الله نقولوا ربي كتبنا عمر يقرأ حسابه العبد، كما في رمضان كما في عيد صغير كما في كل شيء. وزادت احنا عنا عيدين لا غير، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذم العيدين المنمو معناها
واحد يعلن فيهم الفرحة البهجة، تكبيرات 3 أيام معناها متاع العيد. ولينا احنا بالحق نبجلوا في أعياد أخرى معناها على العيدين الأصليين معناها اللي احنا في إسلامنا وفي ديننا وفي عبادتنا معناها. المهم البنات طويل الحديث. المهم حبيت بالحق نذكر نفسي وإياكم معناها. سبحان الله، لهنا هاكم نشوفوا البنات، هاكم تتفرجوا تسمعوا فيا. المرقة كتيب على روحها، قليت البصل، بعده خلطت اللحم، فوحته شوية ملح. والله برشا ملح، رجلي قال لي مالحة، قلت له غريبة والله ما نعرفش كيفاش ايدي خذيت على الملح. ملحة شوي جيت اما كمان بنينة وتتاكل. من عادتي طيب مسوس معناه. لا اله الا الله محمد رسول الله. فوحت ملح، كركم، حطيت شويه تابل او كالبقري عاد يحطوا له تابل لهنا ما يجونيش جماعه. البقري يتحط له تابل ما يتحطلوش تابل، يتحط له كركم ما يتحطلوش كركم. يا ولادي كل واحد ياكل كيما يحب، كل واحد يفوح كيما يحب، الدنيا اذواق، حد ما يفرض على حد. المهم البنات الروز نتاع بنتي هاكا يتيب مغاديكا. الروز نقليه في شويه زيت زيتونه، نقليه بالكدا يجي بنين برشا البنات راهو كي يتقلى. نقليه في شويه زيت زيتونه ونحط كعبات هيل، كعبات هيل وشويه قرفه. بالحق ما شاء الله يجي بنين بنين بنين. ومعروف الروز متاعي بالحق بنين اللهم بارك، مانيش نشكر في روحي. ما عندي ما نعمل له، نقليه. وشني نعمل؟ كيس نكيل كيس روز، حط عليه كيسين ماء، ساعات نزيد ربع مثال. وما تقويش على الغاز في الروز، راهو بالعكس طفي معناها نار هادي على الاخر. المهم ونخليه يطيب على روحه من با ما شاء الله تيك تاك. لهنا شرحت لبنتي لقشة سكالوب ويسكي مش باش تاكل معانا بالطبيعة المرقة. حطيت تفاح، شوية ملح، شوية كركم. وعندي فاح دجاج هذاك الحقوق نشري فيهم من عزيزة البنات، بنين 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 مش نورمال. كلك سوا تحطوه في دجاجة روتي، افخاذ في الفور، اي حاجة باش تطيبوها فيها دجاج بطبيعة. فيح بالحق عالمي ما شاء الله، حاضر اصلا فيه الملح، فيه الزنجبيل، فيه الكركم، كيري يزيدوه برشا حاجات. حاسلو بالحق مهما نفوحوا احنا في الدار، راني نفوح انا ساعات كيبدا ما عنديش وما يجينيش بنين كيما الفيح هذاك، بنين على الاخر وماهوش غالي ديجا. المهم لهني هاك المرقة تجيب على روحها. مرقتك اللحم هذاك حطيت بالطبيعة طماطم معجونة ومغرفة هريسة عربي. انا نطيب بالهريسة العربي، نطيب بالفلفل الاحمر مهروش، نطيب عادي ما يقلقنيش، اللي عندي نطيب بيه. حتى خليتهم هما هكا يطيبوا على رواحهم غاديكا. وانا قلت خليني نغسل المعينات، قال الراجل خليني نغسل المعون باش ما يتكدسش عليا كما قلت لكم، خاطر احنا ان شاء الله نهارتها باش نفطروا. فطرنا ومعناها بعديك تلهيت في تحضير بنتي العشية، عندها حفلة عيد الأمهات عملوا ينهيلهم في المكتب. هي ديجا تروح معناها 12 والحفلة ما 2:30 ما 3 هكاكا وقتها. قلت باش ما يجمليش المعون او كان نفطروا ونخرجوا معناها. الفطور يتيب على روحه وانا حطيت نغسل لك المعون هذاك معناها. البنات راني عندي عقدة في المعون، ما نحكي لكمش قديش يتكاثر، ما نحكي لكمش قديش يولي دوبل. والله انا بالحق راني نستعمل المعون معناها بصفة مهولة ياسر، نهبط معون. تجي تشوف معناها بالحق ما فهمتش. احنا 3 من الناس في الدار، تيزوزك بقى بنتي ما تتحسبش، لا تجبد لا تمس معناها لحتى شيء، ربي يحفظها. نلقى 20 مغرفة مثال مستعملة، نلقى المقافل نجبد بالزوز، الكسيكس نجبد ب3، البلاستيك يا ربي شنية هذا. راني نهار كامل وانا نغسل في المعون يا البنات بالحق اخته كل شيء، اما يعني على صحتي. يعني هاكم تشوفوا معناها
البوا على قدو. ونزيد الوقفة على اللافابو معناها والماعون، ظهري بالحق وليت نتقلق بظهري، نبات في حالة بظهري في الليل، وانا اللي نضر في روحي معناها انا اللي نستعمل في برشا معون باش هو يبعد يكثر عليا في الغسيل. قد ما نحاول ننقص شيء ديما غالبني المعون، غالبني بالحق، الله المستعان. امنيتي نلقاله حل، هما حلين، ونشري يا البنات، نشري مبلية في الشراء، فلوسي كل ماشية في شريان المعون. راجلي مسكين والله العظيم، ولا معناها يعرف اللي انا يفرحني معناها كي يجيب لي معون، ولا ما عادش يشري لي حاجات هكايا اخرى، ولا يلقى هكا معون فناجل حاجات هكايا متاع ديكوراسيون متاع كوجينه متاع واحد، اقسم بالله ديريكت يشري ويجيب لي. والله ان شاء الله ربي يبارك له معناها، وربي يبارك لكم في ازواجكم الكل. لكن يا البنات راني قد ما نحب المعون، وقد ما نزين، وقد ما هكا نعمل جو معناها على قهيوتي وعلى المعون، نحب كل يوم في فنجال نشرب معناها. اما المعون راهو كليني نهار الكل صفيت اغسل في المعون. نهار الكل وانا نغسل في المعون. امي راهي تعارك تقول لي يا بنيتي راك انت باش تخسر ظهرك، تخسر صحتك، راهي القضيه العبد يوفى والقضيه ما توفاش، ونعرف ومقتنعه بكلامها وكل شيء، لكن الله غالب، الله غالب بالحق. نهار كامل وصفيت اغسل في المعون نهار كامل، مش باش نعمل الحمد لله. هو الحمد لله مادام فما معون، مادام فما ناس تحرك، مادام فما بركة في المنزل، مادام كلينا، مادام شربنا، الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول منا ولا قوة. ان شاء الله ربي يبارك لنا في صغيراتنا، ان شاء الله ربي يبارك لنا في ازواجنا، ان شاء الله ربي يبارك لنا في منازلنا، ان شاء الله ربي يتقبل منا كل عمل بالحق لوجه الله. راهي المرأة في منزلها راهو افضل بكثير من المرأة في خارج منزلها. كيفاش؟ المرأة في منزلها هي اصلا في عبادة، هي تربي في جيل، هي هي زوجة صالحة، هي تعبة في سبيل زوجها وصغيراتها، هي معناها سبحان الله راهو كل شيء بأجره. لكن المعون اللي انا واحدة من الناس نتذمر منه، ان شاء الله يا ربي بأجره. التطيب ذاك معناها توكل في اهل بيتك بأجره اكيد. الحمد لله ربي ان شاء الله يعيننا، وربي ان شاء الله يكتب لنا اجر كل تعب نتعبوه في دارنا. ان شاء الله يا ربي يسترنا دنيا واخرة، ان شاء الله يستركم ربي البنات، ان شاء الله ربي يبارك لكم. كل واحدة بالحق تخلي لي تعليق ان شاء الله يا ربي يرزقها فرحة، خاطر انا بالحق نفرح برشا كي نقرا تعليقكم، كي نشوف اللايكات متاعكم، نعرف اللي انا مقصرة، لكن باذن الله البنات مش نوليو مع بعضنا ديما، باذن الله نشارككم ونهبط لكم كل يوم البريود ان شاء الله القادمه. كملوا امتحانات صغيراتنا تويك على خير، نتهنيو عليهم بالحق، ذوكم خاطر بالدنيا لا كيفهم حتى شيء وما يعوضهم حتى شيء. انا القناه هذيا بالحق عاملتها فقط باش نتشارك معاكم روتيناتي، لا عيني بحاجات لا فلوس لا ما عرفش شنيا، ديجا ستاج هذاك بعاد عليه ياسر، قناة جديدة وكل شيء عملتها باش نتونس بيكم، عملتها خاطرني انا نحب معناها الكوجينة، خاطر هذا معناها روتيني اليومي معناها بأتم معنى الكلمة. انا نحب القضية، نحب الكوجينة، نحب الترتيب، وقتي كل نعديه فيها بالطبع، زايدة كيما نحب الخروج والتفرهيد، وان شاء الله نشارك معاكم كل حاجة نعيشها يا ربي، وان شاء الله منشوفوا مني كان الخير ونشوف منكم كان الخير. وان شاء الله يا ربي في فيديوهات قادمة ما تنسوش اتفرجوا في الفيديو، وان شاء الله ما تقلقوش منو هكا، ما عادش نطول عليكم برشا، انا ما حبيتش راني ننزرب فيه لحتى شيء، خليته بالحق كيما هو الفيديو دوب، معناها عملت المونتاج، ركبت الفيديوهات وزدت عليهم الكلام
فقط، أما ما بدلت فيه حتى شيء. البنات بارتجيته معكم كيما هو بكل عفوية، كيما أنا في داري كاو. ربي إن شاء الله يبارك لكم، وفي لقاء قادم بإذن الله بنوتات. ربي معاكم، بوسة كبيرة، في أمان الله وفي حفظه وفي رعايته يا رب.